بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة. وهو ده الأهلي، هو ده سيد أفريقيا، ده اللي يفرح. منتخب زعلنا، الأهلي يفرح. أهلي يفوز على يانج أفريكانز 2-0 في ماتش تكتيكي عالي جدا من نيس سروب، خصوصا في الشوط التاني. احنا الشوط الأول دخلنا ماتش، الشوط الأول ضايعين فيه خالص. أول تسديدة في الشوط الأول هي كانت تسديدة تريزيجيه، الجول دي الحاجة الوحيدة اللي عملناها في الشوط الأول، الجول. غير كده اتسدد علينا، دفاعنا كان مفتوح. لكن الشوط الثاني اللي انا بسميه اشواط مدربين، الشوط الثاني ده شوط المدرب بقى. الكلام اللي يسروا بيقولوا لهم في غرفه تغيير الملابس بين الشوطين، يدخلوا الشوط الثاني 2-0 للاهلي، وضيع هشام ضيع انفراد وضيعنا فرص كنا نقدر نزود الغله التهديفيه. الاهلي كان افضل في الشوط الثاني وكان اسوأ في الشوط الاول. الشوط الاول عملناه وحش جدا، الشوط الثاني كان ممتاز وهايل من نيس. وهو ده بقى الاهلي يا جماعه. يعني نفرح بقى شويه بقى كده، نفرح شويه. متصدر المجموعه حتى الان النادي الاهلي، ينتصر على المركز، ينتصر على يانج افريكانز. كنا 2 4 نقط، فرقنا عنهم بسبع نقط. كنا ننفرد بالصداره ونضمن ان احنا هنعدي من دور المجموعات. كده كده خلاص احنا تاهلنا من دور المجموعات، اول تاني بقى. بس الاهلي لا يرضى الا بالمركز الاول. ماتش حلو، كسبنا يانج افريكانز. عندك اللي يعرفك، شوف بس ايه السروب اللي يعرفك ان المدرب ده مدرب راجل. ده تاني بعد فايلر ما شفتش مدرب بالجرأة دي، انه يقعد محمد الشناوي ويلعب مصطفى شوبير علشان محمد الشناوي مستواه سيء. قعد كابتن الفريق اللي مستواه سيء جدا جدا جدا، جرأة منه انه يلعب شوبير. وده لو تفتكر نفس الموقف اللي فايلر عمله مع شريف اكرامي لما كان لاعب الشناوي عليه. يعني شوف الصدفة، هي اجيال بتسلم اجيال، ودي سنة الحياة. الشناوي قدم كتير للاهلي، خلاص ودوره انتهى. الراجل عنده 37 سنة، في حارس واعد ممتاز، احسن قادم بموهبه احسن من موهبه الشناوي حاليا. بيعرف ازاي يطلع يمسك الكوره، ازاي يطلع في الركنيات، ازاي يتني مكانه، يطلع يغطي انفرادات. حارس عالمي شوبير. خلاص انتهى دور الشناوي وبدأ عهد شوبير، ويسرب ادرك ده كويس. اي يعني مدرب راجل عرف يقعد الشناوي ويلعب مصطفى شوبير. لان كولر لما كان لاعب مصطفى شوبير قدم مستوى عالمي، ومع ذلك لما الشناوي رجع من الاصابه رجع الشناوي تاني يلعب اساسي. وكذلك بعد كولر عماد النحاس وريبيرو، الاثنين جم برضو قعدوا شوبير ولعبوا الشناوي. يسرو مدرب جدع راجل، عرف عنده عينين بيشوف بيها المستويات اللعيبه. النهارده بيستبعد محمد شريف من القايمه اصلا بره الفريق خالص، ومحمد شريف مش مصاب على فكره. استبعده بره خالص لان محمد شريف مش قادر يجري وليس مهاجم النادي الاهلي، فاستبعد محمد شريف خالص بره القايمه. عتاب الوحيد عليه عتابين، عندي عتابين. كوكا اللي يبدا اساسي. كوكا اولا مبدئيا كده، كوكا يا عم على عينه وعلى راسي، غطى كورات كتير ودافع. بس كوكا لاعب خط نص، يعني لو انت شايفه لاعب حلو فهو لاعب خط نص. هل كل وظيفه فعلها كوكا وظيفه الباك النهارده؟ ما عملش حاجه من الباكات بتعملها خالص. ما رفعش ولا عرضيه. النهارده محمد هاني المستوى تغير تماما 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 هذا الموسم. محمد هاني بيرفع عرضيه. محمد هاني بقى بيرفع عرضيه اجوان، وبقى بيدافع محمد هاني وبيطلع بالكوره اللي اتغير 180 درجه محمد هاني. انما كوكا اللي مش باك خالص، كوكا مكانه خط نص. هتلعب صورة بيلعبوا خط نص. اليو ديانج النهارده يا جماعه، اليو ديانج لا حول ولا قوه الا بالله. يعني اليو ديانج ولا بيعرف يطلع بالكوره. اترقص اليو ديانج. الناس بتقول بيغطي وبيعمل، اترقص اليو ديانج النهارده وطلعوا بالكوره وحش خالص. الا كرة الجون طلع بقى حلو، بس ده اللي طلع بيه. تقريبا لعبها لجراديشار، قام جاي جراديشار لزيزو، وزيزو لامام، وبلمسه حلوه لتريزيجيه حطها جون. كرة الجون الثانيه دي الكرة الوحيده اللي طلع بيها ديانج النهارده. انما ديانج كل كرة تجيله يبصيها غلط. اترقص ديانج النهارده. ف 2 مليون دولار اللي عايزهم يا ديانج. يعني مش فاهم 2 مليون دولار اللي عايزهم عشان تجدد. يعني بيقول لك 2 مليون دولار و200 الف دولار ليه؟ ديانج لا يستحق ان يجدد ولا ان يستمر مع النادي الاهلي. خلاص بقى ديانج. انت النهارده تشوف كارثه يا جماعه، كارثه يا جماعه بكل المقاييس. احنا المفروض عندنا 5 محترفين. اشرف داري كده كده خلاص وماشي، مش في القائمه اصلا، مش هيلعب. مفيش محترف. قال ديانج بس هو المحترف الاساسي اللي على ارض الملعب. بالرمضان اللي يبدو ان سرور مش مقتنع بيه مع انه افضل بديانج بمراحل، لكن بالرمضان حاليا ليس بالرمضان. فين بالرمضان بتاع كاس العالم؟ فين بالرمضان بتاع ماتش بورتو؟ بالرمضان من ساعه كاس العالم وهو اتحول خالص. بالرمضان ما عادش بالرمضان. لكن اللاعب الخامه كويسه بيفضل خامه كويسه، ومدربين تعرف ازاي تطلع من لعبتها احسن حاجه.
فابن رمضان لازم ياخد فرصته. يعني لازم سراب يديله الثقه على حساب اليو ديانج اللي كده كده هيمشي سواء دلوقتي او في اخر الموسم، هو كده كده ماشي. عايز 2 مليون و200 الف دولار وجاله عرض من فالنسيا، خلاص يروح فالنسيا بقى خلاص. فانا شايف ان ابن رمضان لازم هو اللي يبدا ياخد اساسي على حساب اليو ديانج، لانه كده كده ماشي، ما ينفعش يعتمد على اليو ديانج اصلا. وبعيدا عن مستوى اليو ديانج السيء اساسا. وكوكا ليس جبنا بالعمري، خلاص بالعمري هو اللي ياخد اساسي. يعني مع اني شايف ان يسر مقتنع اقتناع تام بكوكا، بدليل انه كمان يعني محمد شكري على الاقل، محمد شكري بيرفع عرضيات، سيء دفاعيا سيء دفاعيا بس بيرفع عرضيات، انما كوكا ما رفعش ولا عرضيه النهارده. فكوكا لا يستحق هذا المركز. كوكا مش لا كوكا مش باك شمال ابدا. نص الملعب عندك مروان عطيه مروان عطيه ابو رمضان وامام عاشور، يا سلام. حط التشكيل ده استمتع. انما اليو مش غير ممتع، مش ممتع ابدا، ما تستمتعش بيه بعينك. مروان عطيه قدم شوط اول سيء، ما كل اللي بقدم شوط اول سيء، كان الشوط الثاني لعبه حلو، الشوط الثاني قدوا كلهم طلعوا اللي عندهم. تكتيكيا بقى شوط تاني على تاني فنيا على اعلى مستوى من كل اللعيبه. فانت عندك مروان عطيه وبن رمضان وامام عاشور، دول انا شايفهم يبقوا خط الوسط القادم للنادي الاهلي، ومش عايزين نعتمد بقى على الديانج بقى، خلاص هو كده كده ماشي، كده كده هو ساب الاهلي سابك وماشي خلاص، ما نلعبش بيه تاني. اللي عجبني النهارده وكل ماتش بيذهلني اكتر واكتر امام عاشور. امام عاشور يا جماعه لا، لاعب رقم 10 بجد، لاعب اللي يصنع لك لعب بجد، لاعب اتخلى النهارده عن سنه الانانيه المفرطه اللي كانت فيه، وبقى بيقدم هدايا. ده امام عاشور اللي انا عايزه بقى، بتاع الاسيستات. امام عاشور لاعب لا يوجد بديل له في مصر، هو الوحيد في مصر اللي يعمل لك كده. امام عاشور مفيش حد في مصر يقدر يعمل لك كده غير امام عاشور. خامه نظيفه جدا 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 كلاعب. ان شاء الله يطلع رب يطلع اكتر ما قال امام عاشور في الفتره القادمه. امام عاشور ده اللي ربنا يبعد عنه الاصابات هيبقى احسن لاعب في افريقيا السنه دي. افتكر كلامي، امام عاشور لو ما اتصابش هيبقى احسن لاعب في افريقيا الموسم ده، هياخدها امام عاشور داخل القاره الافريقيه. زيزو الشوط الاول كان سيء تماما 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 تماما، زيزو كان ضايع الشوط الاول، لكن الشوط الثاني لا اشتغل زيزو بقى. وبرضه اللعيبه لسه راجعه من المنتخب مع خساره من نيجيريا ومن السنغال، فراجعين بنفسيتهم وحشه اصلا. فانت بالنسبه لك اللعيبه مش هتطلع لك احسن حاجه لما يدخلوا في اجواء الماتش زي ما دخلوا في اجواء الماتش، والشوط التاني دخل في اجواء الماتش. تريزيجيه النهارده اللي عجبني جدا، تريزيجيه بعد ما يعني شوف حلقات لما انا كنت بتكلم عن تريزيجيه مع المنتخب، لا النهارده تريزيجيه حاجه تانية خالص. بيهدف براسه، بيعدي، بيفتح ملعب، بيتحرك في كل حته، بيلعب الارطول اللي مش عارف يعملها. اخيرا عمل تريزيجيه الارطول مع النادي الاهلي، ما كانش عارف يعملها خالص مع المنتخب، ما لفش ارطول صح، ما شاطش كوره صح، اللي فاكر ان الكوره بلاي ستيشن. لكن مع النادي الاهلي تريزيجيه لعب حلو النهارده. تريزيجيه ادى خصوصا في الشوط الثاني. في نهايه الشوط الاول حط راسيه جميله جدا جدا من تريزيجيه، جمله صوب المعروفه، عرضيه من هاني او من زيزو، الاثنين بيلعبوا عرضيه كويس قوي. مع ان زيزو مش معهوش النهارده في العرضيات، ما لعبش عرضيات حلوه، لكن هاني لعب عرضيه حلوه قوي قوي لتريزيجيه اللي حط منها الجول الاول. فتريزيجيه بالراسيه اللي حطها وبالهدف الارتو الجميل، تريزيجيه النهارده كان ممتاز. تريزيجيه مروان عثمان بقى اللي لاعب جديد، اللي انا شايف ان الصروب اخطا انه بدا بقى اساسي من الاول خالص، اخطا انه بدا بقى اساسي. يعني هو كده انا متوقع ان جراديشار هو اللي هيكمل الموسم، مش عارفين نخلص في مهاجم. وعلى فكره يا جماعه بعيد عن الهزار بقى شويه جد كده، جراديشار ده لاعب عنده 22 سنه، لاعب يبين عليه، ولاعب يعني في منه كوره، في رجله كوره. انت تشوف جراديشار بيتحرك، بيوسع لنفسه مساحه، بيوسع لزمايله، على وش رجل عالمي. النهارده ما ظبطتش معاه وضيع انفراد بس جنب العرض ده بسيك، انما جراديشار عنده كوره ولاعب 22 سنه تقدر تبني عليه. انت جايب جراديشار اصلا كلجنه تخطيط، انت جايب جراديشار كلاعب تبني عليه، فانت لازم تبني على جراديشار. مش يعني بالراحه يا جماعه، مش كان عندنا وسام ابو علي، كنا احسن مهاجم داخل النادي الاهلي في اخر 10 سنين وسام ابو علي، فمش عشان نمشي فعايزين واحد زي وسام ابو علي، لا مش هتجيب واحد زي وسام ابو علي، انت هتجيب مهاجم هيطلع زي موديست، يطلع زي وليد ازارو، هيطلع زي اللي قبله. عندك مهاجم اشتغل عليه. انا شايف المركز الاجنبي ده لازم نجيب بيه مدافع، ما نجيبش بيه حراس حرب ابدا. يعني المركز ده انت عندك جراديشار، جبت بالعمري، ديانج هيمشي، عندك بن رمضان واشرف بن شرقي، هات مدافع بقى. يعني انت لو هتمشي ديانج هات مدافع اجنبي، كده كده داني مشي، ديانج نمشيه ونجيب مدافع اجنبي بس. مركز الهجوم جراديشار والله يجي منه يا جماعه، ومنه كره كويسه، وفي كره كويسه جراديشار، ولاعب يستطيع ان يعمل في منظومه. يعني سروب يعمل التكتيك بتاع سروب
في النادي الاهلي خطه سروب، منظومه سروب. لا، جراديشار يلعب في منظومه كويس جدا ومرتاح ولاعب حلو وفي خامه منه في كوره كويسه. لعيب لسه صغير يجي منه في المستقبل. جراديشار لسه ما جابش القمه بتاعته، ما جابش قمه مستوى. جراديشار هيجيب قمه يعني. اكيد اي لاعب بيبقى له موسم بيبقى الانفجار بتاعه. جراديشار لسه هينفجر، لسه 22 سنه لسه هينفجر. اتمنى ان جراديشار نشتغل عليه ويبقى مشروع لاعب واعد 22 سنه. الكلام ده يختلف معايا ناس كتير، لكن انا شايف ان المركز الاجنبي ما نجيبش هو مهاجم ونجيب قلب دفاع اولى. لان الدفاع عندك بالرغم من مستوى ياسر ابراهيم وياسين مرعي النهارده كانوا كويسين، لكن ما عندكش مدافع اللي هو ايه، مدافع اللي تعتمد عليه رأسيات وخشونه. ياسر ابراهيم عنده 33 سنه 34 سنه. ياسر ابراهيم خلاص كبر، مش هنتمنى يلعب بياسر ابراهيم يعني مدى الحياه. ياسر ابراهيم كويس وكل حاجه، لكن ياسر ابراهيم هيكبر في السن، ياسر ابراهيم هيجي له اصابات. فاحنا لازم نشتغل على مدافع اجنبي يا جماعه بجانب يوسف بالعمري. ياسين مرعي لسه عنده 24 سنه برضه، مشروع كويس ولسه هيتطور. ياسين مرعي بيبني اللعب كويس، دفاعه مقبول، دفاعيا مقبول، لسه هيتطور دفاعيا ياسين مرعي. فانا شايف ان احنا لازم نجيب مدافع اجنبي بدل اليو ديانج. جراديشار يتنيه مهاجم اجنبي. مش لازم يعني مش لازم نزود مهاجم اجنبي. يعني انت عندك منظومه هجوميه والله حلو. انت عندك في الهجوم تريزيجيه، زيزو، بدلائهم اشرف بن شرقي، حسين الشحات. يعني انا شايف ان طاهر محمد طاهر لا يصلح للنادي الاهلي، يعني ده رايي فيه من زمان. بدلائهم اشرف بن شرقي وحسين الشحات. وفي الهجوم انت عندك جراديشار ومروان عثمان. مروان عثمان لاعب يجي منه، لاعب لسه شاب، بدأ بيه النهارده. لاعب بصتين حلوين كده، لكن لسه هيجي منه. لسه مروان عثمان لسه ما انسجمش مع الفريق، لسه هيجي منه. يشتغل عليه هو وجراديشار راسين حربة للنادي الاهلي، والله هتبقى 10 على 10. انا شايف المنظومه الهجوميه مكتمله ومش عايزين لعيبه في الهجوم تاني، الا بقى الدعم بلعيبه صغيره زي الفخوري اللي دعم لنا كورونا من زكادو. يوسف الفخوري برضه مش فاكر اسمه ايه الفخوري كده، لكن مش عارفين نخلص فيه. يعني كان قدامك من زمان ما عرفتش تخلص فيه. بيراميدز دخل خده على طول. هنقعد بقى ايه، انا بقول لك بقى اللي هيحصل بقى، هنقعد نطلع مبررات. اصله عايز عربيه خاصه وعايز يكمل تعليمه وعايز نسبه من المشاركات، كلها حجج في حجج تخبي فشل الاداره في التعاقد مع الفخوري. كلها حجج كلها حجج. لاعب مهاري شفنا له كلنا فيديوهات له، لاعب مهاري لمسته حلوه. بيراميدز خطفه منك وخطف منك حامد حمدان. حامد حمدان طلعنا حجه لسروب مش عايزه، والفخوري عوده الفخوري طلعنا حجه ان مش عارف عايز عربيه وعايز نسبه مشاركه وعايز يكمل تعليمه. كلها حجج في حجج، محاوله ان هم يخبوا شويه على فشل الاداره في التعاقد مع الصفقات. طيب ده عوده الفخوري، ملف عوده الفخوري. ماتش النهارده عموما شوط اول حلو، شوط اول وحش، شوط تاني حلو. اول تسديده في الشوط الاول جت في اخر الدقيقه اللي هي تسديد الهدف، لكن الشوط التاني تكتيكيا ممتاز. شايف ان يوسف روب عنده مشروع، عنده خطه حلوه يبني بها النادي الاهلي تكتيكيا، هيعمل شكل للاهلي. ان شاء الله دوري ابطال افريقيا الاهلي هياخده، افتكر كلامي، والدوري الاهلي هياخده هو كمان. النادي الاهلي لازم ياخد كل البطولات الممكنه السنه دي، خصوصا انه طلع من كاس الرابطه وكاس مصر. احنا قدامنا الدوري وكاس ودوري ابطال افريقيا، فلازم ناخد البطولتين دول اللي هم اهم بطولتين للنادي الاهلي مع الكاس طبعا اللي طلعنا منه. نيجي لاحداث المباراه. الدقيقه 15 كانت اول تسديده ليانج افريكانز اللي جت فوق العارضه، فوق مصطفى شوبير وفوق العارضه بشويه. لكن ارجع وشوف الترقيصه اللي رقصها اليو ديانج اللي بيقول لك بيعرف يغطي. اليو ديانج النهارده ترقص بكل سهوله ومررها وشاط. اليو ديانج انا شايف خلاص يعني اليو ديانج لا يصلح خلاص، يعني انتهى خلاص. اليو ديانج 5 سنين في النادي الاهلي، خلاص مرحله وتعدي بقى. مع المرتب اللي طالبه ده صعب انه يكمل اليو ديانج. ده 23 سدده برضه، لكن شوبير هتصدى ليها. شوبير كويس قوي، حلو قوي، ونكمل بشوبير كده وخلاص عشان ناوي يقعد حارس بديل لشوبير، ودي سنه الحياه. ده 39 مروان عثمان يلعب حلو قوي لتريزيجيه، خاف يحط رجله، خاف يلتحم. ان تريزيجيه الشوط الاول كنت هطلع منتقد، لكن الشوط الثاني لا، قدم تريزيجيه. فمروان عثمان ادى انفراد تقريبا لتريزيجيه. تريزيجيه ما حطش رجله، ما اتعاملش منها كويس. التمريره كانت حلوه، ما كانش طويله ولا حاجه، بس تريزيجيه اللي ضيعها. من بعد الدقيقه 39، من بعد الكره اللي تريزيجيه ضيعها بقى الاهلي مسك الكوره. وانا من وجهه نظري ان سروب كان قال لهم ان هم لازم هتلاقوا الشوط الاول 1-0 لازم باي طريقه. ضغطنا في اخر الشوط الاول، سجلنا هدف حلو قوي مع ضغط حلو قوي من النادي الاهلي. ارضيه حلوه من محمد هاني في الدقيقه 48 في اخر دقيقه في الشوط الاول، وهدف حلو قوي تريزيجيه من راسه. الجمله ديت متكرره مع سروب، بيضيف افكار جديده مع مرور الوقت. ان شاء الله النادي الاهلي يمشي تكتيكيا هايل مع سروب. ده 48 هدف اللي سجله تريزيجيه.
يبدا الشوط الثاني سجال بين الفريقين، النادي الاهلي افضل مستحوذ اكتر. ده 57 تسديده حلوه من محمد هاني اللي عليت والعرضه، وزي ما بقول لك كده محمد هاني لاعب اتغير 180 درجه. زي ما بقول لك محمد هاني كنا بننتقد محمد هاني، كل لاعب له موسم انفجاري، وانا اعتقد ان ده الموسم الانفجاري لمحمد هاني. ان محمد هاني ده اعلى موسم لحد دلوقتي، مع اننا ما كملناش الموسم اهو، بس لحد دلوقتي اعلى موسم رقميا لمحمد هاني. 62 تسديده وشوبير يتصدى كالعاده، شوبير حارس ممتاز زي ما بقول لك. ده 66 نزل جراديشار وطلع مروان عثمان. كنت عايز يبدا بجراديشار ومروان عثمان هو اللي ينزل بديل، لان ده لاعب لسه جديد على الفريق، لسه دخله على المنظومه، واحده واحده يدخل على المنظومه. ده 76 تيكي تاكا حلو قوي من النادي الاهلي وهدف عالمي من تريزيجيه. جراديشار لعبها حلوه لزيزو لامام عاشور من لمسه واحده بقى، اللاعب رقم 10 بقى اللي يوصلك للجون بلمسه. تريزيجيه وصل للجون، لم كورته حلوه قوي، لعبها ار2 جميله من تريزيجيه وضيف الهدف الثاني للنادي الاهلي. امام عاشور زي ما قلت لك كده ممتاز امام عاشور. ده 76 تسديده من يونج افريكانز ستانلي بيسددوا تاني، شوبير يتصدى. وعايز اقول لك ان شوبير ممتاز، شوبير ممتاز، هنكررها تاني، شوبير الحارس الاساسي للنادي الاهلي والاساسي لمنتخب مصر في كاس العالم منذ سنه الحياه. ده 77 انفراد يضيع من جراديشار، وزي ما قلت لك جراديشار والله يجي منه، والله يجي منه مهاجم بيتحرك بيفضل نفسه وراح انفراد. هو جراديشار عايز يشتغل على رجليه الشمال، هو لعبها بوش رجله لان رجليه الشمال ضعيفه قوي. ده ملاحظها فيه في كل الماتشات اللي بيلعبها في الاهلي، رجليه الشمال ضعيفه قوي، فشاطها بوش رجله كانت سيكه وتدخل جول سيكه. ده 78 طلع زيزو امام عاشور. اتفق جدا مع خروج امام عاشور وزيزو للراحه طبعا. امام عاشور مش جاهز 100% زي ما كنا بنقول، لسه امام عاشور عنده اللي يديه، ونزل طاهر ابو رمضان. ليه انا كنت عايز الشحات يا جدع، الشحات يا عم اشرف بن شرقي، يا عم هتقول لي مش جاهز، الشحات نزله بدل طاهر فبدري كده. طاهر ما بيعرفش يلعب، طاهر لا يقدم شيء للنادي الاهلي، طاهر خلاص عارف عليه الزمن وانتهى. ده 87 تسديده برضه من يانج افريكانز وشوبير هتصدى. شوبير ممتاز يا شوبير. الدقيقة 88 خرج تريزيجيه ومحمد هاني ونزل احمد عيد وحسين الشحات. لو كنت عايزه ينزل بدل يعني في الاول خالص بدل ما كنت تنزل طار تنزل الشحات، كورته حلو، على الاقل كورته حلو، عينيك تستمتع بالشحات ما تستمتعش بالطاهر. ده 91 بن رمضان لم كوره حلوه وشاطها، اتقنى فيها بن رمضان طبعا، كان مع حسين الشحات وجريشار، شاطها ضاعت. وفين رمضان بقى بتاع كاس العالم يا جدع، فين بن رمضان بتاع كاس العالم. بكده يخلص ماتش النهارده. عايز اقول لك ان تريزيجيه خلاص هداف النادي الاهلي ب5 اهداف، وهداف دوري ابطال افريقيا ب5 اهداف من 3 ماتشات بس. فتريزيجيه مستوى اخر مع النادي الاهلي، ان شاء الله بدايه حلوه لتريزيجيه. تريزيجيه لو ياخد ماتشات اكتر وياخد الثقه في نفسه، تريزيجيه لاعب مزاجي، كرة القدم لعبه مزاجيه ونفسيه. فتريزيجيه لو نفسيته حلوه وخد ماتشات وحط رجله في الملعب كده مع النادي الاهلي، لا تريزيجيه عنده كوره وخامته كويسه. تريزيجيه ومحدش يقدر ينكر الكلام ده. نيجي اخيرا لتقييم اللعيبه. حراسة المرمى مصطفى شوبير قدم النهارده 10/10. مصطفى شوبير اديله 10/10. كلين شيت، تصدى لكل الكور الممكنه، ما غلطش ولا غلطه مصطفى شوبير. وميزته كمان انه بيعرف يطلع بالكره من تحت برجله، بيلعب برجله حلوه قوي، احسن من المدافعين. ياسر ابراهيم وياسين مرعي الاثنين 8/10. زي ما بقول لك الدفاع عندنا مفتوح بيعدوا براحتهم، لكن هما ياسين ده لسه صغير يبين عليه. مشروع ياسين مرعي يتطور اكتر من كده، لسه عنده احسن من كده. ياسر ابراهيم طبعا لا كلام عليه 8/10. ياسر ابراهيم مدافع ممتاز جدا جدا. محمد هاني 10/10. محمد هاني ادى النهارده، عرضيات تلاقي، دفاع تلاقي، طلوع بالكره تلاقي، مراوغات تلاقي. محمد هاني وصل لقمه مستواه. كوكا بقى ما زي ما قلت لك ما عملش اي وظيفه شبه من الباك. الباك وظيفته انه يدافع، لكن اكتر منه انه يهاجم، يهاجم اكتر مما يدافع. ما رفعش ولا عرضيه النهارده كوكا، ما عجبنيش. بالعمري اكيد يعني هياخد اساسي بداله. مروان عطيه 8/10. وقال له ديانج اللي بيقول لك، قال له ديانج مفسد الهجمات، هو مفسد الهجمات فعلا، بس هجمات الفريقين، هجمات الفريق اللي بتيجي عليك وهجمات الاهلي برضه بيفسد هجمات الاهلي. هو مفسد هجمات اي هجمه في الماتش بيفسدها. 4/10 قال ديانج وما يكملش في الاهلي. امام عاشور 10/10 ولسه عنده اكتر من كده. امام عاشور مش في القمه، امام عاشور لسه راجع، لسه يا دوب. ما بالك بقى لو امام عاشور في التوب فورم بتاعته. ده امام عاشور خامه كويسه جدا، احسن لعيب في القاره الافريقيه. ربنا يبعد عنه الاصابات في اخر الموسم، هتلاقي احسن لاعب في القاره الافريقيه. وافتكر كلامي، تريزيجيه 10/10 على الشوط الثاني. الشوط الاول كنت هنتقده لكن انه قدم شوط ثاني حلو قوي. تريزيجيه 10/10 وسجل هدفين المباراه. زيزو الشوط الاول قدم وحش قوي، الشوط الثاني 7/10. بيتحرك، بيخش في القلب، بيصنع لعب. زيزو 7/10 دلوقتي.
مروان عثمان من الظلم اللي انا مقيم مروان عثمان، فمش هقيمه النهارده لانه لسه داخل جديد على المنظومه، لسه ما اتعودش على الاهلي، لسه ما شفناهوش، فمش هنقيم مروان عثمان النهارده. طاهر محمد طاهر طاهر محمد طاهر نازل في الدقيقه كام؟ طاهر محمد طاهر نازل في الدقيقه طاهر نزل في الدقيقه 78، يعني لعب ربع ساعه تقريبا، ما عملش حاجه في ربع ساعه. اديله 1/10 طاهر محمد طاهر. بن رمضان نزل معاه 4/10 بن رمضان، وعنده احسن من كده. لازم ندعم بن رمضان، لازم بن رمضان يرجع لمستواه، لان عارفين كلنا مستوى بن رمضان. احمد عيد مش هنقيمه، نزل في الدقيقه 90 مش هنقيمه. حسين الشحات برضه مش هنقيمه، نزل مع احمد عيد. جراديشار اللي نزل النهارده متحرك زي ما بقول لك، بيفضي مساحات. جراديشار ممتاز النهارده، عجبني جراديشار بالرغم من الانفراد اللي ضيعه، بس مهاجم عنده اللي يعمله. فجراديشار هديله 6/10. النادي الاهلي ما زالت امامه الرحله طويله في الدوري وكأس ودوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي في الدوري موقفه صعب جدا، المركز الثالث، بيراميدز الاول، سيراميكا الثاني. فالنادي الاهلي موقفه صعب في الدوري. لو كسبنا ماتشاتنا احنا هنبص لماتشاتنا، هنكسب ماتشاتنا هناخد الدوري. دوري ابطال افريقيا هنكسب هناخد دوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي ماشي كويس لحد دلوقتي، معاه الصوره بخطى ثابته، اداء تصاعدي. فعاجبني الصوره وعاجبني النادي الاهلي. ان شاء الله المزيد من التوفيق للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. كده هتكون خلصت حلقتنا النهارده. السلام عليكم.